السلام عليكم أحبائنا أينما كنتم. فاجعة في الجزائر فاجعة تلي الأخرى، وضحايا لجرائم وكذلك مفقودون منذ أيام ليحضروا عليهم بدون أعضاء. نعم، الجزائر فيها أحداث غريبة صارت في هذا رمضان رغم أنه شهر الرحمة والغفران. الطفل إبراهيم الذي فقد لأكثر من 8 أيام، الذي ينحدر من ولاية بومرداس خميس الخشنة. الطفل إبراهيم تم البحث عليه في كل الأرجاء ولم يجدوا له أثرا، حيث قامت مصالح الدرك الوطني بتمشيط الغابات. أيضا بحثت العائلة في المستشفيات، وقام أولاد الجيران كذلك بالبحث، وقام أهل المنطقة كلهم بالبحث إلى أن تعبوا دون جدوى. ولكن المفاجأة، بعد مرور 8 أيام الجار يرى جثة تطفو فوق مياه الصرف في وادي شعيبة. نعم، لقوا الطفل إبراهيم جثة هامدة في الوادي للأسف، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. طير من طيور الجنة إن شاء الله في هذه الأيام المباركة. صدمة الأم كانت كبيرة جدا ليخشى عليها حين رؤيتها لجثة ابنها، وصدمة أن الواد أمام البيت، المكان الذي لم يبحث فيه أحد، ولم يتوقع أحد أن تكون جثة الطفل هناك، حيث كان أمل الوالدين كبيرا برجوع ابنهم إلى البيت سالما غانما معافى، ليسبق قضاء الله كل شيء ويكون أجله في ذلك المكان. طير من طيور الجنة إن شاء الله. اللهم ألهم ذويه ووالديه والصبر والسلوان، وأبدل محبته وفراقه بالصبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. رمضانه في الجنة إن شاء الله، وعيده في الجنة مع الصالحين والصديقين. اللهم ارحم روحه الطاهرة وأسكنها في جنات الخلود. أعزائي المشاهدين، لا تنسوا الترحم على هذا الملائكة. إنا لله وإنا إليه راجعون. في آخر الفيديو صلاة وسلام على حبيبنا المصطفى كالعادة، عليه ألف صلاة وأزكى السلام. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس المشاهدة ليصلكم جديدنا كل يوم. أحبكم في الله، تقبل الله صالح أعمالكم وصيامكم. إلى اللقاء.